السلام عليكم حبيباتي في كل مكان. اليوم أنا بقدم لكم كذا وصفة يعني حلوة وجميلة وطلبها يعني الكثير. الشيرة المعسلة يعني اللي تكون على شكل عسل، كأنها عسل اللون حقه. وإن شاء الله يا رب تعجبكم، وإن شاء الله تجربوها، وإن شاء الله تقولوا لي رأيكم فيها يا رب العالمين. ونقول بسم الله. معنا هنا 2 أكواب سكر، بناخذ منهم ملعقتين سكر، تمام؟ ملعقتين مليانة سكر، هذه بنكرمله يعني بنخليها تتحول كده للون بني، أو أصحاب عدن طبعا يعرفوا الزنجو، بنخليها زي الزنجو بس ما تخليها تحرق تطلع دخان. شوف ما بدأت كده الآن ايش نعمل؟ خلاص نعمل كده تتحصل على اللون زي العسل، اللون يكون ذهبي زي العسل، ما تخليها يعني تحرق. بعد ما رجعت بدا اللون ذهبية خلاص. الآن ايش نعمل؟ ناخذها قليل من الماء، بعدي من الماء من النار، اسكبي شوية منه، اسكبي شوية نسكبه. سكبنا كوب مي، شوف كيف حاولي انك ما تسكبي المي يعني كذا درجة واحدة. لو سكبتوها كلها مع بعض تأكدي انه يعني يمكن تفشلها وكيف تفشلها يداتك تحرقك، لكن اسكبي شوية ولا خذي الحلة كلها كذا بعيد من النار واسكبي شوية ورجعي بدك اللحظة رجعيها. تمام. ايش بنعمل الآن؟ بنجيب الكوبين السكر اللي أخذنا منه ملعقتين، بنجيب هذا الكوبين السكر وبنسكبه حاولي انك تذوبي السكر علشان ما يستغلقش بتاع الحلة، ذوبيه. طيب نحن نشتري العسل هذا حقنا يكون سائل، يعني يكون الوقت كله هو سائل، ما يكونش يتحجر علينا. تمام. ايش بنعمل له؟ بنعمل له ليمون، اما تمزي حبة ليمون، تمام، تمزي حبة ليمون تشميها طبعا، مش تجيبيها هي القشرة حقها، او تجيبي ليمون اللي زي السكر، لونه زي الملح زي السكر، نسميه ليمون. يجي طبعا يبيعوه في البقالات، تدخلي ليمون او يقولوا له ملح الليمون، نحن نقول له بعدين ليمون، هنا يقولوا ملح الليمون. طيب نحن بناخذ ايش؟ بناخذ من هذا كده بس شوية، مش مليون، لا شوية هذا بناخذ. شوفوا هذه الشيرة الثقيلة ما تجلس كتير على النار، تمام، لأن سكبنا نحن كوبين سكر وسكبنا كوب ماء. شوف كيف؟ لكن لو نشتيها خفيفة بنسكب كوب سكر كوب ماء، أو كوبين سكر كوبين ماء. الآن على طول نشوف، لما تشوفي إنه بنقول كذا بدأ يتقلمع، عادة بدأ يتقلمع خلاص طفي النار، لأنها يعني بتكون مركزة كتير، ما بتقدري حتى تسكبي زي الناس. وإن كان انتي تشتهي إنه يكون لك يعني بطعم العسل، طعم العسل مش تخدعي الناس ولا حاجة، تخدعي نفسك. تعملي إيش؟ تجيبي له طويل كده شب الفؤاد الذين يستعملوه زي للعرق، يعني يجي زي الأحجار كده البيضاء، طعمه ما له، طرحيه يعني قليل كده فيه
يبقى لك يا سلام. وتعملي لو معك قارورة عسل يعني من حق المحلات، عسل يعني من خارجي، تسكبي قليل منه يتحول لك والله عسل. لكن لو تشتيها كذا زي ما هي قاطر كذا حلوة يعني بس اللون عسلي أفضل لك يعني. خلاص الآن اطفي الماء. معانا الشيرة المعسلة. ممكن واحد يفور لك كذا حلة ويعمل لي العمايل ويجيب يقول لك والله عسل صافي ما في زيه. الآن ايش بنعمل؟ نخلي حقنا شوفوا النار خلاص طافية، نخليه الآن يبرد. تمام. لما يبرد بنسكبه، بوريكم بعد ما يبرد بنسكبه خلاص نحتفظ به. ينفع رمضان غير رمضان لأي وقت معك حلويات تعملي له، لأن بعض الحلويات تحتاج إلى شيرة يعني إيش جامدة يعني ثقيلة، وفي البعض يحتاج مثلا البسبوسة تحتاج لك لو عملتي كوب مي تعملي كوب سكر كانت تكون خفيفة، بس تفوري تعقدية تكون خفيفة. لكن لو كان يعني بنت الشيخ، لو كان يعني حاجات يعني البقلاوة ما أدري إيش، هذه تحتاج إلى شيرات أو قطر جامد مشان إيش؟ مشان ما ترطب ترجع لك كذا رطبة، تكون مكانها خشخشي. الآن خليناه يبرد شوية، مش يبرد مرة واحد، وعادة يعني ما بيبرد لك أكثر بيطلع يا سلام. ممكن تدخليه بالثلاجة، ممكن تخليه برا عادي. شوفوا كيف من داخل عسل. عسل وعسل. خلي القارورة كمان أنا ما خليتها عشان يبرد كثير، خليها مفتوحة، وبعد كذا بنديه وطرحيه بالثلاجة ولا خارج الثلاجة عادي. شوفوا الآن بعد ما خلاص يعني جلس برد يعني، بس شوفوا مش بالثلاجة بردته يعني خليته في المطبخ. شوفوا كيف يستوي إن شاء الله تشوفوا له داخلها كيف عسل. خلاص يعني تخليها خارج الثلاجة. تمام. وإذا كان انت المهم اني قد قلت لك اذا كان بتخليه بالثلاجة انت حرة، بس بالثلاجة بيتجمد اكثر يعني بيثقل اكثر. تمام. لكن لو خليتيه خارج الثلاجة بيكون لك يعني بدا الشكل. وخلاص تجي شفتي انك يعني ما جيتي حسيتي كذا كأنه ثقيل، قولي كذا بالملعقة وبيتحرك لك وخلاص. يلا ونلتقي ان شاء الله في احلى من كذا.